I thank His Excellency Secretary General El-Rabi for his briefing. I now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic. You have the floor, sir. شكراً سيد الرئيس. وأنا أيضاً سأتحدث باللغة العربية ويشرفني ذلك. سيد الرئيس، لقد أقول تخيل ولم يتنبأ شاعر عربي سوري يعرفه كل العرب ويقرأه كل العرب، اسمه نزار قباني. تخيل هذا السيناريو وهذه الجلسة قبل وفاته بسنوات في قصيدة مشهورة له عندما قال في مطلعها: دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العرب. سيد الرئيس، إن أبناء جيلي يتذكرون في الستينيات، في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، أننا كنا صغاراً آنذاك في المدرسة الابتدائية في مدارس سوريا، وكنا صباحاً نحيي نشيد الثورة الجزائرية بدلاً من النشيد الوطني السوري. كما كنا نتبرع بمصروف جيبنا الزهيد الذي نقوله باللهجة السورية الخرجية، كنا نتبرع بهذا المصروف الزهيد لحركات التحرر العربي في الخليج التي كانت تكافح ضد الاستعمار البريطاني. نحن الأطفال كنا نتبرع بكل سعادة بمصروفنا الزهيد هذا لمساعدة إخواننا في الخليج كي يتحرروا من الاستعمار. كان ذلك قبل بدء الثورة أو الطفرة النفطية كما يقال، وكانت العروبة آنذاك تختلف في مفهومها عن الطريقة التي ينظر بها البعض اليوم إليها. اسمح لي سيد الرئيس بداية أن أعبر عن تقديرنا لجنوب أفريقيا ولكم شخصياً على قيادتكم الحكيمة لأعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر، ونغتنم هذه الفرصة لكي نؤكد مجدداً اعتزازنا بانتصار شعبكم وشعوب أفريقيا على سياسات التمييز والفصل العنصري، وأن نتساءل عن موقف بعض الدول التي تتحدث اليوم بالديمقراطية وحقوق الإنسان. نتساءل إلى أي جانب كانت تقف أثناء نضالكم الذي توج بالانتصار. تمر سوريا اليوم سيد الرئيس بتحديات فاصلة في تاريخها، ونحن نريد لهذه المرحلة بالذات أن تكون بإرادة شعبنا لا بإرادة أحد آخر نقطة تصميم على الأمل بتلبية تطلعات الشعب السوري المحقة. وإن كانت هذه الأحداث قد أدمت قلب كل سوري، فإنها تفرض على أبناء سوريا جميعاً مهما كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم أن يختاروا سبيل الحكمة وأن يستنيروا بإحساسهم الوطني الواعي كي ينتصر الوطن، كل الوطن وليس جزءاً منه. فالشعب السوري الذي قدم للعالم أول أبجدية قد تعود على رائحة ياسمين الشام ولم يألف في يوم من الأيام رائحة الدم،
لقد كان الشعب السوري قادراً على حل أزماته ومشاكله الداخلية بنفسه على مر العصور، ولم يقبل يوماً بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في وطنه سوريا، وبقي شامخاً يرفض المساس بإرثه الحضاري ورصيده الوطني. واليوم سيعيد هذا الشعب الكرة من خلال مشاركة جميع السوريين في الخروج من الأزمة والإسهام في مسيرة البناء الوطني معاً واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن العليا فقط وليس مصلحة أحد آخر، ذلك في جو من المصالحة بين الجميع، فالوطن ملك للجميع، وفي سوريا لا يوجد أغلبية وأقلية، في سوريا يوجد سوريون فقط. الوطن ملك للجميع ولكل أبنائه، وهو أمانة في أعناقهم، حتى ولو تم التغرير ببعضهم وخرج البعض الآخر عن جادة الصواب. إن الوطنية السورية ترفض التدخل الخارجي، وتشدد على أن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها هو خط أحمر، وتؤكد على الوقوف صفاً واحداً في وجه الفتنة والفرقة ونبذ العنف وعدم الاحتكام إلى السلاح في معرض المطالبة بالإصلاح. فالأوطان تبنى من قبل كل أبنائها، وأمامنا كسوريين فرصة سانحة للحوار الوطني الصادق ولتسريع وتيرة الإصلاح، كل ذلك بهدف قيام شراكة وطنية حقيقية تحفظ أمن الوطن وأمن المواطن كسبيل وحيد للخروج من هذه الأزمة وتحقيق كل مطالب الشعب السوري المحقة بدون التفريط بالوطن، إذ أن الأجيال القادمة ستحاسب كل من فوت هذه الفرصة. سيدي الرئيس، كم كان الشعب العربي يتمنى لو كان حضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة إلى جلسة مجلس الأمن هذه، لو كان هذا الحضور كان بهدف مطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ووقف أعمال القتل والاستيطان الإسرائيلية المتصاعدة. وكم هو من الغرابة بمكان أن نرى بعضاً من أعضاء الجامعة العربية قد لجأوا إلى مجلس الأمن للاستقواء به على سوريا التي لم تبخل يوماً في التضحية بأغلى ما لديها في سبيل الدفاع عن القضايا العربية. واهم جداً من يعتقد سيدي الرئيس بأن تلك الدول التي أتحدث عنها والتي دائماً ما وقفت في وجه القضايا العربية العادلة في مجلس الأمن وخارجه تبدي الآن هذا الحماس للجامعة من منطلق احترامها لها ولقراراتها أو حرصاً على مصلحة سوريا وشعبها. فالحقيقة الواضحة هي أن هذا الحماس يأتي في نفس السياق المعادي لمجمل القضايا العربية المحقة، وتكاد هذه القاعة اليوم تكرر صدى أكثر من 60 فيتو لمنع مشاريع قرارات تتعلق بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وفقاً لقرارات هذا المجلس الموقر. لكن الجديد اليوم أن نقل الجامعة العربية لما اتخذته من قرارات جائرة ضد سوريا إلى مجلس الأمن في ظل غياب سوريا وبدون التشاور مع قيادتها بشكل يخالف ميثاق الجامعة نفسها ويمهد لاستكمال سيناريو التدخل العدواني المباشر في شؤون سوريا الداخلية. هذا الشيء الجديد هو أنه قد التقى
مع مخططات ومصالح الدول غير العربية الهادفة لتدمير سوريا وزعزعة أمنها واستقرارها. لماذا؟ لا لشيء سوى لأن سوريا ترفض أن تكون دولة تابعة لأحد أو ناقصة السيادة كالبعض، ولأنها تصر على استقلالية قرارها والحفاظ على سيادتها ومصالح شعبها وأمتها وأمنها. سيدي الرئيس، بعد أن فرض بعض النافذين في هذه المنظمة الدولية سياسة ازدواجية المعايير وجعلوها جزءاً لا يتجزأ من عملها ولو بشكل غير معلن أو مكتوب، ها نحن اليوم نشهد مرحلة جديدة تقوم على خلق مرجعيات وهمية تستند على فرض سياسة قلب المفاهيم وتزييف الحقائق، حيث يحاول أولئك إقناع الرأي العام العالمي بأن من يدافع عن استقلال بلاده على خطى زعماء كبار مثل سيمون بوليفار وغاندي وديمتري دونسكوف ومانديلا وجورج واشنطن ومصدق وديغول وناصر والأمير عبد القادر الجزائري وسلطان باشا الأطرش وهوشي منه وسون زونغ شان يصنف على أنه إرهابي وخارج عن الشرعية الدولية، وأن من يحفظ أمن وطنه من الفوضى الخلاقة والإرهاب يصبح منتهكاً لحقوق الإنسان وقاتلاً لشعبه، وأن من يحظى بتأييد غالبية شعبه هو فاقد للشرعية وينبغي أن يتنحى. ومن المفارقات الغريبة في هذه الأيام سيد الرئيس أن يشارك بعض الدول الأوليغارشية في تشريع قرارات تروج لتداول السلطة وحق التظاهر ونشر الديمقراطية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن تلجأ هذه الدول الأوليغارشية التي لا تملك أي دستور أو نظام انتخابي حقيقي ولا تمارس الديمقراطية إلا من خلال شاشات الفضائيات وقاعات المؤتمرات الفخمة، أن تلجأ إلى مجلس الأمن لمطالبة سوريا بالإصلاح والديمقراطية. سوريا التي كان لديها حكومة برلمانية في العام 1919، أي بعد عام من انهيار الدولة العثمانية، في الوقت الذي كان فيه لورنس العرب يعبث بمصير ومقدرات تلك الأقطار ويعمل على إعادة عقارب الزمن إلى مرحلة الجاهلية. سيدي الرئيس، لقد وقعت سوريا على بروتوكول إرسال المراقبين حرصاً منها على إبقاء الموضوع في البيت العربي، وأثبتت سوريا التزامها الكامل والدقيق بخطة العمل العربية والبروتوكول الموقع بين سوريا والأمانة العامة للجامعة العربية. وقد وثق تقرير بعثة المراقبين المقدم إلى الجامعة العربية ذلك في الفقرات 37 38 39 و73 من التقرير، وأكد بوضوح كامل كل ما كنا قد ذهبنا إليه سابقاً من وجود حملة إعلامية وسياسية تضليلية مبرمجة تقوم بتشويه وتزوير الوقائع على الأرض. هنا أشير تحديداً إلى الفقرات 29 و68 و69 من التقرير، ووجود مجموعات إرهابية مسلحة استغلت المطالب المشروعة للشعب السوري في الإصلاح لزعزعة الاستقرار والأمن في سوريا والقيام بهجمات إرهابية ضد مؤسسات الدولة وضد المدنيين والعسكريين على حد سواء. أشير هنا تحديداً إلى الفقرات 26 27 71 و75. هذا إضافة إلى أن الفقرة 44 من التقرير تشير بوضوح إلى أن الصحفي الفرنسي جيل جاكييه قد قتل نتيجة لإطلاق قذائف هاون من قبل المعارضة،
وتستغرب سوريا أن هذا الحادث المأساوي لم يثر حمية الدبلوماسية الفرنسية لمتابعة هذا الموضوع، خاصة وأن سوريا قد شكلت لجنة تحقيق في هذا الحادث برئاسة قاض ومشاركة مندوب عن القناة الفرنسية التي يعمل فيها الصحفي المغدور. لقد قرأ السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيانه بعض الفقرات، لكنني آسف لأنه انتقى من التقرير أشياء وأغفل ذكر أشياء أخرى. أريد أن أقرأ على مسامعكم فقط ما ورد في الفقرة 26 فقط. في بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على الاعتداءات التي تمارس ضد أفرادها، وقد لاحظ المراقبون العرب قيام جماعات مسلحة باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع. انتهى الاقتباس. إن السيد الأمين العام للجامعة العربية، وهو زميل عزيز، اعترض على طلب بعض أعضاء هذا المجلس الموقر بدعوة الجنرال الدابي إلى المشاركة في هذه الجلسة اليوم، كما أن تقرير المراقبين العرب لم يرسل إليكم ضمن الوثائق التي أرسلت من مقر الجامعة العربية. سيد الرئيس، إن قرار الجامعة الأخير بالذهاب إلى مجلس الأمن ما هو إلا التفاف على نجاح مهمة المراقبين العرب ومحاولة للقفز عن تقريرها، لأنه بكل بساطة جاء مخالفاً لمخطط بعض الجهات العربية وغير العربية ممن يدعون زيفاً الحرص على الدور العربي في حل الأزمة في سوريا، في الوقت الذي عملوا فيه على إفشال مهمة البعثة بشتى الوسائل وشنوا حرباً إعلامية وسياسية مركزة ضدها. لا بل إن بعض المسؤولين العرب والأوروبيين قد شككوا بجدوى البعثة قبل بدء عملها، ومنهم السيد رئيس وزراء قطر الذي زار نيويورك وواشنطن وعواصم أخرى بعد أسبوعين فقط من بدء عمل البعثة، مصرحاً بعدم وجود فائدة من استمرار بعثة المراقبين، ومطالباً بنقل الموضوع إلى مجلس الأمن. هذا في الوقت الذي أبدت فيه سوريا التزاماً كاملاً ببنود البروتوكول، على الرغم من تضاعف عدد ضحايا قوات حفظ النظام والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة 3 مرات بسبب التعليمات التي صدرت للجماعات المسلحة من الخارج باستغلال وجود بعثة المراقبين العرب للتصعيد. إن سوريا ترفض أي قرار خارج إطار خطة العمل العربية التي وافقت عليها سوريا والبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية، وتعتبر القرار الذي صدر عن اجتماع مجلس الجامعة الأخير انتهاكاً لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت من أجلها الجامعة العربية، وانتهاكاً للمادة 8 من ميثاق الجامعة. والمفارقة العجيبة سيد الرئيس أيها السادة هو أن الجامعة العربية قد طلبت من الحكومة السورية تمديد مهمة المراقبين العرب لشهر آخر، وقد وافقت دمشق على ذلك فوراً، غير أن الجامعة سرعان ما ناقضت نفسها عندما تجاهلت نتائج تقرير البعثة التي أوفدتها وعملت على نقل أزمة في بلد عربي إلى مجلس الأمن، وأوقفت عمل بعثة المراقبين لاحقاً. سيدي الرئيس،
إن النزعة الجامحة لدى بعض الدول الغربية للتدخل في شؤوننا الداخلية والخارجية بشتى الطرق ليست بالنزعة الجديدة أو الطارئة، بل هي نهج مستمر ومنتظم منذ اتفاقية سايكس بيكو في العام 1916 ووعد بلفور في العام 1917، مروراً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه لإسرائيل في سياساتها العدوانية واحتلالها للأراضي العربية. سيد الرئيس، نعرف جميعاً بأن الإطار القانوني الدولي الذي تعمل الدول في فضائه يقوم على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وقد كرس هذا المبدأ في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وليس المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحدث عنها الدكتور نبيل العربي. وكذلك في المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية. في هذا الإطار نؤكد على المسؤولية الحصرية للحكومة السورية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وفي حماية مواطنيها من أعمال الإرهاب والتخريب التي تقوم بها المجموعات المسلحة وليس المتظاهرين السلميين، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في سوريا والمعاهدات الدولية التي سوريا طرفاً بها، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وللأسف، وبدلاً من احترام هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي وفي إطار المحاولات المحمومة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية من قبل الدول المتبنية لمشروع القرار الفرنسي ضد سوريا، والتي سمعنا عدداً من مسؤوليها الذين وقعوا فجأة في غرام الشعب السوري بعد مرور دولهم في حالة سبات عاطفي عجيب تجاه شعبنا على مدى قرون، يحلمون واهمين بعودة استعمارهم وهيمنتهم عبر مثل هذه القرارات ومن خلال استحداث مصطلحات خاصة بهم لتبرير التدخل في شؤون سوريا الداخلية وتضليل الرأي العام العالمي، تماماً مثل ما ضللوا هذا الرأي لقتل 130 ألف مدني ليبي بحجة حماية المدنيين، وقتل 1,000,000 عراقي باستخدام مختلف أنواع الأسلحة بحجة نشر الديمقراطية والبحث عن أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة أصلاً، وتدمير أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب، وإقامة السجون السرية والمعتقلات في غوانتنامو وأبو غريب بحجة نشر الحرية. ونحن إذ نؤكد بأن سوريا قوية بشعبها وستبقى عصية على أعداء هذا الشعب، فإننا ندعو من على هذا المنبر كل من يساهم في تأجيج الأزمة السورية عرباً وغير عرب إلى مراجعة سياساتهم هذه والكف عن سفك دماء الشعب السوري. فلا يمكن أن يكون المرء مولعاً بإشعال الحرائق وأن يزعم بأنه رجل إطفاء في آن معاً. كما ندعوهم إلى دعم الحوار الوطني وبرنامج الإصلاح السياسي الذي تنفذه القيادة السورية تلبية للمطالب المشروعة لشعبها. وأذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه في شهر شباط القادم فبراير الشهر القادم سيتم إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد انتهى الإعداد له يحقق التعددية الحزبية والسياسية وتداول السلطة، كما سيتم إجراء انتخابات برلمانية في النصف الأول من هذا العام بحيث يكون صندوق الاقتراع الديمقراطي هو الفيصل. ختاماً سيد الرئيس، نحن نتوقع من مجلس الأمن أن يكون منبراً يشجع على الحوار كسبيل لحل الأزمات وليس صانعاً ومؤججاً للأزمات. ونعتقد أن من شأن كل من يساهم في هذا التأجيج تقويض الأمن والسلم الدوليين بدلاً من أن يحفظهما. ونرحب في هذا الصدد بالمبادرة الأخيرة التي تقدم بها الاتحاد الروسي من أجل رعاية حوار سوري في موسكو لحل الأزمة. وشكراً سيد الرئيس.